واش عمرك حسيتي براسك عيان بلا ما دير حتى شي حاجه؟ راسك ثقيل، فيك النعاس، اي حاجه صغيره كتبان لك صعيبه. واش هادي غير قلة الراحه ولا كاينه شي حاجه عمق كتوقع في دماغنا بلا ما نحسو؟ اليوم ما غاديش نعطيو غير نصائح سريعه. اليوم غادي نحاولوا نفهموا شنو هو التعب الذهني، وغادي نحاولوا نفهموا شنو تيوقع في الدماغ ديالنا عن قرب. يلا، كتحس براسك ما قادرش تركز، كل مهمه صغيره كتبان ثقيله، كيسخن راسك بالافكار، وكتلقى راسك كتجرب كل شيء غير باش تحس بالراحه. ولكن حتى مور الناس ولا واخا تشرب قهوه، تعب مازال كاين. كتبغي تكتب غير ايميل صغير كتجيك مهمه كبيره. حتى التسوق اليومي كيبان صعيب، عندك احساس بالضياع في وسط الافكار. هذا ماشي كسل، ماشي ضعف، هذا غير التعب ديال الدماغ اللي غالبا ما كنلاحظوش. علاش كتحس بهذا التعب بلا سبب؟ العقل ديالنا خدام 24 ساعه على 24 ساعه بلا ما نحسو. كل يوم كنواجهو اختيارات صغيره وكبيره، شنو ناكل، شنو نقول، شنو نرد، شنو ندير، وكل قرار كيستهلك جزء من الطاقه ديال العقل. يعني منين تيكون عندك استنزاف ذهني او ضغط مستمر بحال التفكير في المستقبل ولا الماضي، العقل ديالك ما كيرتاحش. يعني العقل ديالك ما كيرتاحش واخا ما كتحركش وبلا ما تحس. من جهه علميه، التعب الذهني كيجي من الكورتكس بريفرونتال، الفص الجبهي. هاد المنطقه كتسيطر على القرار، التركيز وضبط النفس. كل مره كتقرر او كتقاوم الرغبات ديالك، هاد المنطقه كتستهلك طاقه. من جهه اخرى كاين لاميغدال اللي كتكون ديما في حاله تاهب. اي توتر صغير او ضغط يومي حتى ولو كان ما تحسش به كيزيد ياكل من الطاقه ديال الدماغ، حيت التوتر المستمر كيطلع لك الكورتيزول، وكتولي تقلب على مكافآت سريعه باش تلقى الدوبامين، بحال السكر، الهاتف، التصفح، باش يتم تخفيف الضغط. يعني تمر الناس الدماغ مازال شاد فيه التعب، لا حيتاش هو ما تيرتاحش من الضغط الداخلي. كتظن ان خاصك غير ترتاح، الحقيقه هي الراحه للجسم ما كتكفيش العقل. حتى بعد 8 ساعات النوم ولا تشرب قهوه، العقل مازال شاد في الوضعيه ديال الدفاع والمقاومه. وفي هذه الحاله خاصنا اوقات بدون مثيرات باش نقدروا نحققوا شنو كنسميوه لو سيلونس مونطال، باش يقدر العقل يتعافى، حيتاش لي زيكرون اون جينيرال تيعطلوا لنا هذا التعافي. كيفاش تعرف ان الدماغ ديالك عيان؟ صعوبه في المهام اليوميه، نفور كتنفر من نشاطات حتى ولو كانت تكون صغيره، وتقلب المزاج بدون سبب. وكما قلت قبيله، هذا ماشي ضعف وماشي كسل، هذا غير الدماغ ديالك عيا ومحتاج يرتاح. شنو نقدروا نديروا باش نخفوا التعب الذهني؟ تنظيم الاختيارات اليوميه، قرارات صغيره ما يكونش فيها توتر، اوقات بلا شاشه من 10 حتى 15 دقيقه يوميا. نحاولوا نبحثوا على الهدوء الداخلي، كتابه، تنفس، تامل. غير كتسمي هذا التعب وكتولي عارف راسك، فكتعطي فرصه لدماغك باش يرتاح. ودابا خليني نسولكم، واش منين كتكونوا عيانين بلا سبب، واش كتكونوا فعلا محتاجين غير الراحه، ولا خاصكم غير توقفوا دماغكم شويه من الدفاع والتفكير؟ كتبوا لي في التعاليق شنو هي الحاجه اللي كتعييكم بزاف ذهنيا في حياتكم اليوميه.